وافتكر دايما ان اللي بيلجأ لربنا بصدق ربنا عمره ما بيرده. وانا دلوقتي هحكي لك قصة من اللي يخليك تقعد ساكت وتقول سبحان الله. الشيخ محمد الصاوي بيحكي وبيقول كان عنده سفر من مطار القاهرة، وهو وقتها كان قاعد في اسكندرية. الطيارة هتطلع من بعد الفجر، فخاف ان الوقت يسرقه او الطريق يكون تعب عليه، فاتصل على واحد صاحبه امام مسجد قريب من المطار. قال له يا عم الشيخ انا جاي ابيت عندك في المسجد، سيب لي الباب مفتوح عشان الحق الطيارة الصبح. الراجل قال له تشرفنا وتنورنا يا شيخنا. وفعلا الشيخ وصل الساعة 2 بعد نص الليل. دخل المسجد لقى النور شغال، وبص لقى راجل واقف لوحده وبيصلي في المحراب. صوته باين ان هو بيدعي بحرقة: يا رب مش قادر اتحمل، يا رب ماليش غيرك، يا رب اعمل ايه. الشيخ وقف مكانه وجسمه اشعر، وقال في نفسه الراجل دوت مش بيبكي من ذنب ولا معصية، ده باين عليه مكسور قوي ومحتاج ربنا يفرج همه. بعد شوية قرب منه وقال له يا حاج مالك، والله كسرت قلبي بدعائك. الراجل اتكسف، وبعد إلحاح من الشيخ الراجل قال له والله يا شيخ انا مراتي عندها عملية الساعة 9 صباحا، وتمن العملية 15400 جنيه، وانا مش معايا ولا مليم. الشيخ سمع له وقال له صراحة يا حاج انا كمان ما اقدرش اساعدك بالمبلغ الكبير دوت، بس احب اطمنك ان ربنا مش بيخزي العبد وثق فيه، ربنا ارحم بينا من امهاتنا. الراجل قال له ونعم بالله، وراح كمل صلاته ودعائه. والشيخ صلى ركعة الوتر ونام شوية. الفجر جه والمؤذن راح يصحي الشيخ، ولما جه وقت الصلاة الإمام راح للشيخ وقال له تعالى صلي بينا. الشيخ كان مرهق شوية وتعبان، بس الإمام أصر وألح عليه وقال له صلي بينا حتى بقصار الصور. فوافق عم الشيخ وصلى بيهم. وبعد الصلاة جه راجل من الصف الثالث، واضح عليه شيك جدا وغني، لابس بدلة ومعطف وباين عليه من الناس المقتدرة جدا. سلم على الشيخ وقال له ازيك يا مولانا، انا بتابع دروسك على طول ومن اشد المعجبين بيك، واشتريت شقة قدام المسجد قريب، اول مرة الاقيك واسلم عليك. الشيخ قال له يا مرحب، نورت وشرفت. الراجل قال له بصراحة يا شيخ ربنا كرمني اخر كرم، وفتحت مصنعين بلاستيك وربنا وسعها عليا ومجمع مبلغ الزكاة واللي هو 15400 جنيه. وهنا كانت الصعقة. الشيخ ما قدرش يمسك نفسه من الدموع. نفس الرقم، نفس المبلغ، 15400 جنيه. سبحان الله. عيونه دمعت وجسمه أشعر. الناس استغربت وقعدت تبص للشيخ وهو بيدمع ليه، ومحدش فاهم حاجة. والشيخ كل همه انه بيبص في عيون الناس ومستني يلاقي الراجل اللي كلمه من شوية، فاكرينه اللي كان بيدعي في المحراب، لحد ما لقاه وراح ندمه بسرعة تعالى يا حاج. ولما جه الحاج راح سأله قدام التاجر انت مش كنت بتدعي بالليل من شوية بالمبلغ اللي انت كنت محتاجه؟ قال له فكرني كده، هو المبلغ ده كان كام؟ الراجل راح رد وقال له ايوه يا شيخ ما انا قلت لك من شوية 15400 جنيه. وهنا بقى التاجر صرخ الله اكبر الله اكبر، راح واخد الراجل في حضنه وعيط جامد. والتاجر قال انا والله ادي الاسبوع مراتي بتقول لي طلع فلوس الزكاة انزل شوف اي حد محتاج، وانا اقول لها لا انا عايز اديهم كلهم لحد يستاهلهم بجد، هيكون يعمل بيهم حاجة مهمة، اي حد عنده كربة علشان ربنا يفرج كربتي يوم القيامة. شوف التاجر بيفكر ازاي. وسبحان الله، الدعاء الصادق من هنا والنية الطيبة من هناك، وربنا يجمعهم على ايدين الشيخ. التاجر عطى الفلوس للراجل، ومن هنا الراجل على طول راح ساجد ركعتين شكر وبيعيط، ومفيش على لسانه غير انا بحبك يا رب، انا بحبك يا رب. الشيخ وقف وقال في نفسه دي مش صدفة، ده ترتيب رباني، دي مش فلوس جت، دي استجابة من السماء. سبحان الله. يا جماعة احب اقول لكم محدش بيلجأ لربنا بصدق وبيتساب، محدش بينوي الخير وربنا ما بيبعتلوش سببه، كل حاجة بتترتب فوق قوي، بس احنا محتاجين ثقة وصبر. افتكر دايما ان اللي بيلجأ لربنا بصدق ربنا عمره ما بيرده. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وشير عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الحلقة اللي جاية. سلام.